السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ طبعا عايزة اقول لكم تقفوا معايا شوية وتدعموا القناة واللايك يا جماعة، لان اللايكات ضعيفة جدا جدا. يعني ازاي عندي فيديو 2000 مشاهدة معلهوش غير 10 لايكات بس؟ يعني مش عارفة اقول لكم ايه والله. بس القناة كان عليها مشكلة بسبب حاجة اليوتيوب طبعا كل سنة لازم تعملها معانا وكان فيها مشكلة والإعلانات كانت موقوفة بقالها 4 شهور ولسه الإعلانات جاية جديد. فأنا محتاجة دعمكم، بس ما تنسوش تعملوا اللايك، لأن اللايك ده بيفرق جدا، بيخلي الفيديو ينتشر وغيرك يشوفه ويستفاد بيه. ثانيا عايزاكم تضغطوا على اشتراك وعلى زر تفعيل الكل، يعني انتوا تشوفوا كل الفيديوهات. اضغطوا على الكل. تمام، بالله عليكم ما تنسوش. يعني انا بحبكم قوي وبشكركم جدا، واي حد بيكتب كومنت والله برد عليه، مش بقصر مع حد. وربنا اللي عالم ان انا المحتوى ده يعني صادقة معاكم فيه جدا، وده من خلال تجربتي انا وتجربة اصدقائي واصحابي وبنات كتير حواليا. فاي كلمة بقولها لكم بتكون بثقة، واتحدى اي حد يجيب كلام من اللي انا قلته محصلش معاه. بنسبة كبيرة جدا بتحصل، تختلف طبعا من ست للتانية، لكن الأعراض بتكون هي ويختلف من جسم الآخر، وبيختلف من ست لست، وبيختلف حاجات كتيرة، ولكن الأعراض هو آه، يعني بنسبة كبيرة جدا بيكون موجود. لو اتأخر عنك شوية بتكون هي العرض ده موجود، أو الحاجة ديت عندك، او العلامة دي موجودة عندك، بس انتي بتبقي مش واخدة بالك منها. بس لو ركزتي هتاخدي بالك وهتتأكدي انها موجودة عندك. تمام. الفيديو اللي معانا ده دلوقتي آه فيديو لفحص سونار ثلاثي الابعاد. لا، ده خماسي الابعاد. تمام. ده بيبين يعني هو كمان لو جابه على وش الجنين يقدر يشوف فيه تشوهات او لا، يقدر يشوف الجنين فيه تشوهات او لا. الفيديو ده بيوضح الجنين الذكر. تمام، ده تصوير للجنين الذكر في الشهر، في اخر الرابع كده او في اول الخامس، في اول الخامس. تمام. طبعا احنا هنتكلم النهاردة عن حركة الجنين الذكر وبتبدأ من امتى. مش هنتكلم عن الجنين الأنثى، لأن كده كده حركة الولد بتكون سابقة بشهر عن حركة البنت. يعني الولد بيتحرك من الشهر الرابع. في ناس هتقول أنا حسيت بحركة الجنين من أول التالت أو من الشهر التاني. طبعا لا، مفيش حركة، لان اصلا الجنين ما اكتملش. الجنين بيكتمل في نص الشهر الثالث او في اخر الشهر الثالث، عشان نبقى يعني عاطين له حقه. بيكتمل العضو التناسلي بالذات. تمام، للولد. فيقدر الدكتور لو شاطر قوي يقدر يقولك من اخر الثالث، لكن بالظبط الدكتور يعني عشان يكون متأكد مش هيقول غير في نص الرابع. تمام. انتي بقى تحسي بالحركة امتى؟ طبعا البنت بتتحرك من الشهر الخامس. تمام. الولد من اول الرابع، زي ما قلنا توقيت الحركة من اول الرابع او من اخر الثالث. يعني لو الطفل يعني قريب شوية او رجله مش خابطة في المشيمة بتاعة الام، طبعا المشيمة تبقى في الاتجاه اليمين. لو ولد بتبقى المشيمة في الاتجاه اليمين، بس بتبقى معكوسة، بتبقى انت شايفاها شمال كده، تبقى انت شايفة الجنين كده الناحية اليمين والمشيمة في الناحية الشمال، هي بتبقى
معكوسة في الجهاز، لكن هي في الاصل بتكون في اليمين. تمام، لكن انت بتشوفيها في الجهاز جنب الكيس، بتشوفيها في الاتجاه الشمال. تمام كده، احنا متفقين لحد هنا. ما قلتلكمش اللي بتحس بالعرض اللي فيه حركة في الجنين، تقول لي مثلا انا بحس بنبض، بحركة كده في بطني، زي نطرة كده في بطني، او زي زغلة الكتكوت كده، فبقول لها لا، ده مش حركة الجنين، دي حاجة من 3. اول حاجة، يا اما ده النبض. تاني حاجة ديت المعدة، حركة الامعاء. تالت حاجة انت عندك القولون. هو طبعا انتوا عارفين القولون ومشاكل القولون والمعدة بتبقى مش مستقرة، وفي حالة استقرار كمان مع حمل، فبتبقى فيه لخبطة والأمعاء بتبقى فيها يعني زي تقدر تقولوا كده، اسمها ايه، اللهم صل على سيدنا محمد، غازات زيادة، بتعمل في البطن كأنها حركة. ماشي. حركة الجنين الولد بتبدأ من آخر التالت أو أول الرابع، بالظبط في أول الرابع بتبدأ من الاتجاه اليمين. ولو الولد راسه تحت، تمام، لو الجنين راسه تحت، هتحسي اللي هو بيرفص في بطنك كده، بيبدأ كده الأول رفات بسيطة كده، حاجات كده يعني، نغزات كده، ينغز كده في البطن، حاجة كده بسيطة ضعيفة كده في الأول، حركة بسيطة من عند تحت صدرك كده، من البطن من فوق كده. أما بقى هو لو راسه طالعة لفوق ورجله لتحت، فهتلاقي الحركة لتحت شوية في نص بطنك، أو لتحت شوية، بس في ناحية ايه، ناحية اليمين، في ناحية اليمين. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. وايه كمان؟ طبعا قلنا، طبعا انا قلت لكم اهو، لو الجنين الولد راسه تحت، نازله لتحت بدري، هتبقى رجله فوق. انا جبتها لكم بكل الطرق، اصل ممكن الاقي واحده في التعليقات تقول لي في الاتجاه اليمين الحركه، بس اللي هي لتحت، بس انا حابه ده ايه، بس انا حابه احس بالنبض بخط كده لتحت. اقول لك ايوه حبيبتي، ما هو لو راسه فوق هتلاقيه بيرفص في بطنك من تحت، لو راسه تحت هتلاقيه بيرفص في بطنك من فوق. تمام، بس في الاتجاه اليمين. ونبض كده في الاول زي نبشة الكتكوت كده، بعد كده بتحسي بالحركة بتموج كده زي موج البحر، يعني زي بصوا زي سمكة عايمة جوه كده، حركة الولد. ماشي. اما حركة البت بتبقى زي كتكوت وبياكل كده، فاهميني؟ اما الولد بيبقى كأنه عايم، بس في الاول بتبقى الحركة ضعيفة، زي الكتكوت كده صغنن، فاهميني؟ وبالاكتر بتبقى حركة الولاد بعد ما بترتاحي انتي، بعد ما بتدخلي تنامي بقى وتخلص شغل البيت كله والضغط اللي عليكي طول اليوم. ولو بقيتي تعبانة، غالبا البيبي مش هيتحرك على طول، يعني اول ما تبداي تسترخي انتي بقى كده على ظهرك وتنامي كده وتبداي تهدي كده، هتحسي ان هو بيتحرك. اما بقى يا حبايبي، لو انتوا محسيتوش بالحركة في الشهر الرابع، يبقى الجنين انثى. لو حسيتوها في الشهر الخامس يبقى الجنين انثى. لو ما حسيتوش بالحركة من بعد لحد الشهر الخامس او بدأتوا السادس وما حسيتوش بأي حركة خالص، نصيحة مني تجروا تعملوا فحص خماسي الأبعاد. تعملوا إشعة خماسية الأبعاد، وتتأكدوا إن الجنين طبيعي. تمام، لأن لو الحركة اتأخرت عن ميعادها ودخلت في السادس ومفيش حركة، تمام، يبقى ده غلط. وأنا عايزة أنصحكم تركزوا جدا في النقطة دي، نقطة الحركة، تركزوا فيها جدا وتركزوا معاها جدا. لو ما حسيتيش بحركة خالص وجعلك الشهر السادس عدى ومفيش حركة برضو، ما تسكتيش من اول السادس مفيش حركة،
ما تسكتيش. ويا ريت كمان من نص الخامس مفيش حركة خالص، يبقى ما تسكتش، لان البنت اصلا بتتحرك اول اسبوع في الخامس. تمام. فما تسكتيش، تجري على الدكتور على طول، لان كده هيكون في حاجة غلط. تمام حبايبي، اتمنى ان انا اكون فدتكم بكل حاجة اللي انتوا في النقطة ديت، نقطة الحركة الجنين الذكر. ولو في اي حاجة اكتبوا لي في الكومنتات، عايزين تسألوا عن اي حاجة انا برد عليكم كلكم. ويا ريت تكتبوا لي في الكومنتات انتوا في الشهر الكام. تمام، عشان اقدر افيدكم اكتر واعمل لكم فيديوهات تستفادوا منها اكتر. وكمان في حاجة كمان، ما تنسوش ان انا قلت لكم الجنين يعني تيجي واحدة في الكومنتات تقول لي ده انا حسيت بالحركة الولد لفوق من اليمين لفوق، والتانية تقول لي انا حسيت باليمين لتحت وانا معرفش ايه. لا، انا قلت لك يا حبيبتي الجنين على حسب الجنين وضعه ايه. لو راسه تحت هيتقلب لفوق اول ما هيتقلب، لو راسه لفوق اول ما هيتقلب لتحت. واحيانا ممكن الجنين الولد يبدأ يحرك رجله، بس رجله تكون يعني هو راسه في الجنب ورجله في الجنب التاني في اتجاه المشيمة، ورجله تخبط في المشيمة، فانت ما تحسش بالحركة على طول، ولكن هتحسي بيها بعد كده. تمام. اتمنى ان انا اكون فدتكم على قد ما اقدر. وما تنسوش بالله عليكم اللايك بيفرق جدا. لو وصلتي معايا لحد هنا فانت بجد ربنا بيحبك قوي، انك انت سمعتي النصيحة الاخرانية. ولو فعلا لا قدر الله يعني حصل مع حد وما حسيتيش بالحركة، تجري على طول تعملي اشاعة خماسية الابعاد عشان تتأكدي من سلامة الجنين يا حبيبة قلبي. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وكومنت حلو كده منكم، عرفوني انتوا في الشهر الكام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.